حلقة جديدة من آخر أخبار الأسبوع السينمائية. أول خبر معانا هو إنه تم تأجيل عرض الجزء الثاني للمرة 7000 من فيلم ديون ل 15 مارس 2024. وعلى الجانب الآخر مخرج الفيلم طلع بتصريح وقال إنه في كلام على الورق إنهم يعملوا منه جزء ثالث، وإنه بكده هيبقى حقق حلمه بثلاثية، بس يا رب نلحق نتفرج على الثنائية الأول. مارفل هتعمل نسخة بلوراي للجزء الأول من مسلسل لوكي، واللي فيها مشاهد كتير محذوفة، من ضمنها مشاهد لشخصية ثور على هيئه ضفدعه، واللي عمل ادائها الصوتي كريس هيمسورث. وفي اخبار كده بتترمى يمين وشمال ان مارفل هتنزل علينا بالجزء الثاني من مون نايت في نص 2025، هيظهر فيه جوناثان ميجرز بنسخه راماتوت، وده غالبا هيبقى قبل افنجر كانج دايناستي. ومسلسل جديد اسمه حدث بالفعل، مكون من 3 حكايات منفصله، وكل حكايه مكونه من 10 حلقات، وهيبدأ عرضه يوم 13/9 على منصة شاهد. والمفروض ان المسلسل بيتكلم عن الحالات والمشاكل النفسية والإنسانية وما يتبعها من جرائم، وده اللي كان واضح جدا في إعلان الحكاية الأولى من المسلسل. مش بس كده، منصة شاهد بتفاجئنا بالغزارة الإنتاجية